حس الله ونعم الوكيل وحس الله ونعم الوكيل. ويا رب انت شايف يا رب اللي حصل فيا. يا رب بقى يا رب. اعتقد مش انت اللي مسرب مكان القاعه يا كروان، صح؟ مش انت اصل عمرك ما انت اللي تكون مسرب مكان القاعه يعني، مش معقول مش معقول. قاعة الماسة بالفورسيسون شبرا الخيمة شارع ترعة الإسماعيلية بجوار مستشفى الناس. أتمنى ربنا يرجع لي حقي، والحمد لله على اللي حصل فيا. خسرت عربيتي، خسرت انا عايز اعرف عربيته دي فين. لا انا ما شفتش اي فيديو لاي عربيه ما خسرت يعني. فلوسي، اتاخد مني تعبي واتاخدت مني تليفوناتي، بس انا رحت عملت محضر. والله انا زعلان ان الفرح باظ يعني، انا كان نفسي الحوار ده يكمل يعني، ونشوف بقى ايه يوميات كروان وكروانه. والنهارده طبخت لجوزي مش عارف ايه، عارفين الحاجات دي كنت عايز كده. النهارده اتقدمت محضر في البنت وابو البنت على حاجتي، وربنا كريم وحقي هيجي ان شاء الله. حقك ماله ومال البت وابو البت، هما اللي سربوا المكان ولا ايه؟ انا مش فاهم حاجه. ويا جماعه حابب اقول لكم يا جماعه، كفايه حب الناس عندي، كفايه ان ابن الفنان الاستاذ محمد عادل امام الزعيم انه يتكلم عني انا. اكيد كان الريتش عنده واقع كروان، فقال ينزل لك بوست يعني. هو اصلي مش هيتكلم ليه؟ اكيد الريتش عنده واقع، فقال ما فيش غير الكروان هو اللي هيرفع لي الريتش. يلا بقى يلا يا ولد. ما تكلمش على اسم حد يا جماعه خالص، ولا ذكر اسم حد من بتوع التيك توك، ذكر اسم انا عشان هو شاف ان انا حد محترم وحد ما بيجيش على حد وعلى حد طيب. والله يا كروان انا معاك في كل الكلام ده والله، بس يعني ما كانش لازم تسرب القاعه يعني، ما كانش لازم تسرب القاعه يا كروان. يعني كان لازم تسربها يعني. لا اله الا الله، كان الفرح عدى والدنيا هتبقى جميله. بصراحه انا دي كانت مهزله في الفرح. شفت الجردات؟ انا مش بعمل حاجه، انا بمشي بس بمشي، انا مش بعمل حاجه. الكهرباء عامل فيديو جامد قوي، روحوا اتفرجوا عليه. بقول لك يا جدعان احنا استنى، احنا مش بنعمل كده. احنا مش احنا بنمشي بس، فاهم؟ بنمشي. اعمل لايك بحبك.